كل الكلمات لا يمكن أن تعبر عن تنديدنا واستنكارنا، وكل العبارات لا يمكن أن توفي الشهداء الذين سقطوا في منطقة الكرادة في العراق حقهم. هؤلاء المدنيون الذين ذهبوا ضحية الإرهاب التكفيري الظلامي وضحية الهمجية الإرهابية التي تقوم بها تلك المنظمات، هذه المسألة لا يمكن لأحد أن يقبلها ولا بأي شكل من الأشكال، لأن هؤلاء هم مظلومون بكل معنى الكلمة، وكل ما تقوم به الحركات الإرهابية التكفيرية هو للتعبير عن فشلها الكبير على الجبهات العسكرية. كل ما تقوم به أو كل ما تتأخر هذه المنظمات عسكريا فإن ردها يكون بوجه المدنيين الأبرياء الذين سقطت دماؤهم في منطقة الكرادة، ووصلت حتى هذه اللحظة حتى 292 بين شهداء وجرحى، وهناك عدد كبير من الجرحى الذين نتمنى لهم الشفاء العاجل. هؤلاء همهم الأساسي كان هو إعادة وحدة العراق أرضا وشعبا ومؤسسات في وجه هذه. تحية من بنت جبيل، من كل أهالي بنت جبيل، من الصامدين في هذه الأرض، من الموجودين على هذه الثغور، تحية من هؤلاء جميعا إلى أهل العراق، إلى شعب العراق، إلى أهالي الشهداء، أهالي الجرحى الذين نتمنى لهم الشفاء العاجل، ونتمنى للعراق الحبيب كل خير وكل يعني خلاص من هذه الأزمة الدامية التي يمر بها العراق كما تمر بها سوريا ومر بها لبنان من قبل.